اهلا اهلا يا صاحبي، عامل ايه يا اخي؟ بقالي كتير اوي ما شفتكش. 20 يوم كتير، بس نعمل ايه بقى؟ الشغل بقى والحياة. جيت لك بفيديو، لا عظمة. هو ده مقدمة لفيديو تاني جاي عن اليوجا، بس ده ايه؟ مقدمة سريعة كده عن حاجة عايز اعرفها لك الاول، فكمل الفيديو الاخر، هو مش طويل، متسيبنيش وتجري. يلا بينا. شوف يا عم، تسارع الحياة اللي احنا فيه دلوقتي بقى مخلينا فاضيين من جوانا، ما عندناش ثقة في نفسنا، كل هدفنا نرضي رغباتنا علشان نحس بالسعادة، لدرجة ان احنا بقينا نحس بالغربة من غير سبب. أشد الغربة ما هؤلاء الأغراب. حولتنا لكائنات مادية، عايز وعايز وعايز، ولا بيشبع ولا بيرضى باللي معاه. وحل مشكلة زي دي بيكون عن طريق انك تحس بالانتماء. طب السؤال دلوقتي، ازاي احس بكده؟ هقولك يا سيدي، بعدك عن هويتك الحقيقية كمسلم وجريك ورا ثقافة مش بتاعتك ولا من دينك ولا من اصلك هيخليك زي ما بيقولوا زي اللي بيرقص على السلم، ولا اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت سمعوهم. وطبعا مش معنى كلامي انك ما تتعلمش من علمهم، اتعلم وكل حاجة، بس خليك متمسك بهويتك ودينك. تاني حاجة لازم تعملها انك تحط هدف لحياتك وترتب اولوياتك. طبعا بعد ما سمعت مني الكلمتين دول، جه في بالك ان احط هدف في حياتي ان ابقى مهندس او دكتور. الحاجات دي حلوة واهداف نبيلة، انا مش بقلل منها، بس في حاجات تانية لازم تكون فوقهم. هدفك الاول اللي لازم يكون موجود انك موجود علشان العبادة، غير كده استثناءات، كل حاجة بعد عبادتك. عارف انك هتقولي ان انا يا عم بصلي واصوم وبعبد ربنا، حلو، بس للأسف ده مش كفاية. لو جيت تخلي عندك شوية واقعية هتعرف ان الصلاة والصوم مش هما الهدف الأول في حياتك. هتلاقيهم مثلا الهدف ال20 ولا حاجة. الحياة المادية للأسف لحست مخك، نستك انت مين، وجودك في الحياة لإيه. وانا بقولك انك تحط هدفك الاول في حياتك هي العبادة وارضاء الله عز وجل، عشان الحياة كعادتها لما تيجي تديك على دماغك، فانت وقتها لو هدفك ارضاء الله هتلاقي لك سند. اما لو مش محدد اولوياتك في الحياة زي العبادة وبتجري ورا شغفك وتطير ورا حلمك وبتعوم ورا طموحاتك، عموت مختار هتلاقي نفسك يلا بقى اكتئاب وصياح وتوهة. طب وليه؟ اهدى شوية، اسمعني بس، ظبط اتجاهاتك وارجع كمل. عارف ان في ناس كتير من كتر ما الحياة المادية بقت بتجري في دمهم بقوا يستغلوا النقطة دي ويقولوا لك بص يا معلم، احنا عارفين انك انسان متحضر ومعاك فلوس، تعال بص على الرياضة دي اسمها اليوجا. هي ايوه مش من دينك ولا ثقافتك ومشتقة من الهندوسية والبوذية، بس جربها يا عم يمكن تعجبك. وهو ضربنا عصفورين بحجر، حسسناك بروحة مزيفة وخليناك تتشرب عقيدة مش بتاعتك. ومين عارف، مش ممكن بسبب ضعف ايمانك تبقى واحد منهم. بص، حوار اليوجا ده كبير، فعشان ما اطولش عليك هشرح لك الموضوع اكتر في فيديو الجاي. من اول اليوجا دي اصلا خرجت منين ومرتبطه بايه؟ هل هي رياضه فعلا ولا طقوس للهندوسيه والبوذيه؟ وازاي وصلت لعالمنا الاسلامي؟ كل الاسئله دي واكتر هجاوبك عليها الفيديو الجاي، فما تنساش تتابعني عشان يجيلك اشعار اول ما ننزل الفيديو الجاي. ومش هوصيك بقى لايكك الجميل وكومنتك اللطيف. يلا سلام.